يا صباح الفل. تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض طعمية بيتي، انما ايه طعمها فظيع، نظيفة وجميلة واحلى كتير من بتاعة الشارع. هنحتاج بصلة حمراء وسط، وهنحتاج كمان بصل اخضر. هحتاج عودين. لو مفيش بصل اخضر وعندك كرات تمام، مفيش كرات يبقى البصل الاخضر. وهنحط الخضرة بتاعتنا بقدونس وكزبرة خضراء. عايزين الخضرة تبقى قليلة، الفول تبقى كميته اكبر. انا هنا عندي نص كيلو فول مدشوش. غسلته طبعا ونقعته لغايه وصفيته من الميه. وبعدين بدات اقطع عليه الخضره وحطيت عليه البصل، وكمان ضفت فصين كبار توم. انا كان عندي توم مفروم فضفت معلقه كبيره من التوم، وهبدا ان انا افرمه في الكبه. هناخد بقى كمية وطبعا معايا كوباية المية اهي، علشان ايه؟ لو وقفت معايا ما بقتش بتتحرك كويس، هبدأ ان انا اضيف شوية مية عشان تمشي معايا. هفرمها اول فرمة بمجرد ان المكونات تنعم معايا. وبعد ما اخلص كل الكمية اللي عندي هرجع تاني افرمها تاني عشان تبقى ناعمة. بصوا، ما بتاخدش معايا وقت، انا حقيقي عملتها هي يعني بالظبط ما كملتش معايا ساعة وخلصت كل حاجة يعني، وحطيتها في الاكياس وكانت جميلة قوي بصراحة. تنفع بقى في الفطار، تنفع في العشاء، حاجة نظيفة بتقدميها لولادك. طبعا انتي ضامنة الزيت نضيف، مكوناتك كلها انتي غسلاها، وكمان موفرة. يعني شوفوا الطعمية دلوقتي بره بتجيبوها بكام، هتعملي انتي بقى في البيت كمية كبيرة جدا تقعد معاكي. ده شكلها بعد اول فرمة. هرجع تاني افرمها بقى علشان تبقى ناعمة، وكل الايه لو في حاجات ما اتفرمتش معايا تتفرم كويس. طبعا لو انتي عندك كب اكبر تقدري تاخدي بقى الكمية كلها مرة واحدة. فانا هفضل ايه برضو هاخدها شوية شوية. بصوا لونها فاتح ازاي، لازم يبقى لونها فاتح كده. الخضرة الكتير في الطعمية بتخلي الطعمية سايبة، لان الخضرة كلها مية. فلما كمان هتيجي تقليها هتلاقيها فرفتت منك في الزيت، ما بقتش ماسكة ليها قوام زي ما انتوا شايفين كده. حط بقى التوابل: معلقة كبيرة كمون، ومعلقتين كبار كزبرة ناشفة. عايزة تضيفي شطة اوكي. وكمان هديها بقى ضربة بسيطة كده بالمضرب الكهربائي. دي تركة بسيطة قوي تقدري تعمليها علشان تديها شوية هوا، يعني يدخللها شوية هوا كده. وهبدأ ان انا اقسمها بقى في اكياس. الاكياس دي جميلة جدا بصراحة، بتحفظ الاكل، ما بتلقطش اي ريحة من الفريزر، ولو في حاجة سايلة كمان ما بتقعش منها. انا قسمت حسب عدد افراد الاسرة بتاعتي. خدت بقى شوية، ضفت عليهم شوية ملح، شوية بيكنج باودر يعني ربع معلقة صغيرة، وكمان رشة كزبرة تاني، انا بحب الكزبرة. وتعالوا نشوفها بقى واحنا بنقليها هتبقى عاملة ازاي. بصوا بقى، نحط عليها السمسم كده وندلعها، وكتري بقى سمسم براحتك. تمام. ونقليها على زيت سخن ونار وسط على الناحيتين، بتبقى جميلة. بصوا بقى شكلها بعد ما خلصت، هايلة هايلة بجد، حاجة نظيفة وريحتها جميلة قوي، ناشفة ومن جوه طرية. فجربوها. لو عجبكم الفيديو لايك وشير.